فيديو النهارده هاقول لك فيه إزاي تقدر تعمل إعلانات على الإنستجرام رابحة من أول مرة، حتى لو أنت مبتدئ تمامًا في إعلانات الإنستجرام، فخليك ماشي معايا واحدة واحدة عشان الفيديو ده هيكون تفصيلي للغاية، يلا بينا. طيب مبدئيًا كده أول حاجة خالص أنت بتعملها إن إحنا إعلانات الإنستجرام دي بتتم، هي طبعًا إنستجرام وفيسبوك الاتنين شركة واحدة اللي هي اسمها ميتا، فإحنا هنا هندخل على جوجل وهتكتب حاجة اسمها business فيسبوك، والهدف هنا إن أنت تعمل حاجة اسمها ميتا business suite اللي هو ده اللي هيكون المنصة الحاضنة لكل الحاجات اللي عندك اللي أنت بتعمل منها بقى الإعلانات واللي عليها بقى الصفح بتاعتك وكل حاجة. فبمجرد ما أنت بتعمل أكونت وأنت طبعًا هتدخل إيميلك والباسورد وبياناتك وكل حاجة وهتمشي في الحاجات دي كلها كلام فارغ، اعملها لوحدك. بعد ما تكون خلاص بقى عملت الميتا بزنس سويت بتاعك هتيجي هنا وتدوس على سيتنجز الاعدادات بتاعتك، وهتيجي هنا تختار حاجه اسمها انستجرام اكونتس، وبعد كده هتدوس على اد انستجرام اكونت، وهنا هيسمح لك ان انت تضيف حساب انستجرام. هو طبعا مش سامح لي عشان انا ضايف بتاعي بالفعل، لكن كل اللي هتعمله ان انت بس هتعمل كونكت لحساب الانستجرام بتاعك. احد الاشكال اللي انت ممكن تلاقيها برضه هو الشكل ده، وما تتخضش لو لقيته. هتدوس هنا برضه على اد، وبعد كده هتدوس على كونكت يور اكونت، وهتدخل تفاصيلك عادي وتربط حساب الانستجرام. بمجرد ما انت تعمل الحاجات دي كلها هتدوس على ال3 شرط اللي فوق دول، وتدوس على حاجه اسمها ادز مانجر اللي هو الحساب الاعلاني بتاعك، وهنا بقى ده هيودينا على الحساب الاعلاني اللي احنا هنبتدي نعمل منه الاعلانات بتاعتك انت، بتاعه الانستجرام وبتاعه الفيسبوك، بس احنا هنركز دلوقتي على الانستجرام. طبعا بمجرد ما هتيجي على الحساب الاعلاني هتلاقيه ابيض بلاطه كده، لان انت لسه ما عملتش فيه اي اعلانات المفروض، وهنا هنبتدي بقى نعمل الاعلان بتاعنا. عشان تعمل اعلان هتدوس على كرييت اللي هنا، وهنا هتلاقي عندك اول حاجه اسمها كامبين اوبجكتيف او اهداف الحمله الاعلانيه، ودي اللي هو بيكون الحمله الاعلانيه بتاعتك، ده نوع الحمله اللي انت عايز تعمله اصلا. يا ترى انت ايه الهدف من البيزنس او ايه الهدف اللي انت عايز تعمله من الاعلانات دي؟ هتلاقي في عندك انواع كتير، سواء بقى انت عايز تعمل تفاعل على بوستاتك، عايز تبعت ترافيك او زيارات للموقع، عايز براند اويرنس او الناس تعرفك. بس اللي يهمني هنا هم النوعين دول، الليدز او العملاء المحتملين، ودي انت بتاخد بيها بيانات الناس، او سيلز لو انت عايز تجيب مبيعات او الناس تطلع الفيزا وتدفع لك فلوس. فلو انت مهتم ان انت تجمع بيانات العملاء عشان مثلا تبيع لهم من خلال مكالمه، عشان يحضروا معاك مثلا بث مباشر او محاضره او ايفنت او تحدي، فبتجمعه من ليدز. لو انت عايز الناس تشتري منك حاجه، الناس مثلا حضرت معاك محاضره وعايزهم يشتروا، الناس مثلا عايز تبيع من خلال موقع الكتروني، فهيبقى من خلال السيلز. خلينا ناخد هنا الليدز لان دي اللي هتبقى الاشمل دلوقتي، ان احنا بنجمع بيانات الناس، فهندوس على الليدز وبعد كده نختار كونتينيو. مهم جدا ان انت تسمي الحمله الاعلانيه بتاعتك، عشان كتير جدا بدخل مثلا استشارات مع ناس والاقيهم مسميين او سايبين الاسامي بنفس الشكل ده، فلما الاسامي بتكتر عندك او الحملات بتكتر عندك وبتلاقي كله نيو ليدز او نيو كامبين نيو كامبين نيو كامبين، ما بتبقاش عارف هي كل واحده بتاعت ايه. فهنسمي مثلا دي ليدز، وممكن تكتب برضو الدوله اللي انت هتستهدفها، وليكن مثلا السعوديه. ما يهمناش بقى اي حاجه من الحاجات دي. هتنزل دلوقتي على حاجه اسمها ادفانتج كامبين بادجت، واللي بتعمله الحته دي ان انت هنا بتقدر تحط منها الميزانيه في الحمله الاعلانيه. انت لو بصيت هنا هتلاقي في عندك 3 مستويات زي ما انت شايف. اول حاجه خالص دي اسمها الحمله الاعلانيه، تاني حاجه اللي هي الاد سيت دي المجموعه الاعلانيه، تالت حاجه ده الاعلان اللي الناس بتشوفه. والمجموعه الاعلانيه دي اللي انت بقى بتحدد منها مثلا المكان اللي انت بتستهدفه، مين الجمهور اللي هيشوف الحاجه اللي انت بتقدمها، الميزانيه كام. بس الميزانيه للمجموعه الاعلانيه، لكن لو انت حطيت الميزانيه في الحمله الاعلانيه كده انت سايب لميتا او الخوارزميات هي اللي تفكر وتشوف توزع ازاي الميزانيه على حسب كل المجموعات الاعلانيه اللي تحتها. فلو ميزانيتك محدوده، حط الميزانيه في الحمله الاعلانيه هنا وليكن مثلا $20، وسيبها توزع على باقي المجموعات الاعلانيه. بس خليك فاهم ان انت مش هتعرف كده تعمل اختبار او تشوف الدنيا فيها ايه، لان احنا الهدف من المجموعات الاعلانيه دي ان احنا بنختبر نشوف مثلا هل الجمهور اللي مهتم بالديجيتال ماركتنج احسن، ولا الجمهور اللي مهتم مثلا بالسوشيال ميديا او اصحاب المشاريع او ايا كان. بعد كده بتلاقي حاجه اسمها البيد استراتيجي، انت هنا عايز ايه اللي يحصل بالظبط. هل انت مثلا عايز هايست فوليوم او اكبر كميه؟ فهنا هو بيتكلم على اكبر كميه من المبيعات او اكبر كميه من الليدز، وده اللي احنا عايزينه هنا دلوقتي. ولا انت عايز نتيجه معينه، انت مثلا عايز الكوست بير ليد او تكلفه الليد الواحده ما تزيدش مثلا عن نص دولار او $1. لو انت لسه جديد في الاعلانات خليها هايست فوليوم، لان انت لسه اصلا ما تعرفش اسعارك عامله ازاي. ويعني انا ما برشحش ان انت تستخدم الحاجات دي كلها لو انت لسه مبتدئ. فلو انت لسه مبتدئ خليك على الهايست فوليوم. بننزل بعد كده على الاد سيت او المجموعه الاعلانيه. هنا لو خدت بالك في الليد تحديدا هتلاقي دي كلها اماكن انت تقدر من خلالها ان انت تاخد بيانات العملاء المحتملين. في نوعين هنا اساسيين عندنا، يا اما ان انت تاخده من خلال فورم ان الناس تملى استماره معينه، او من خلال ويب سايت او من خلال موقع الكتروني. فلو انت
ميزه الاستماره دي الناس بتلاقيها على وهم موجودين في المنصه. يعني هم مثلا هيبقوا فاتحين الانستجرام، هيلاقوا الاعلان بتاعك، هيدوسوا عليه، هيلاقوا الاستماره، هيملوها كده، انت خدت بياناتهم. فالموضوع هنا اسهل بكتير، وده هيقلل لك الاعلان، هيقلل لك تكلفه النتيجه او تكلفه ان انت تجيب بيانات العميل. لكن في مشكله ان عشان الموضوع سهل قوي، فمش كل العملاء اللي بتديك بياناتهم عملاء جاده. فدي ميزه ان انت تحط او تجمع بيانات العملاء المحتملين من خلال ويب سايت. لو انت عايز عملاء جادين اكتر يبقى ويب سايت، لان مين هيروح ويب سايت ويملى بيانات والكلام ده كله الا العميل الجاد. فانت ممكن تعمل برضو تيست واختبار ما بين الاثنين وتشوف انهي الاحسن لك. فهنختار هنا ويب سايت، وبمجرد ما انت بتختار ويب سايت بيقول لك بقى انت عايز البرفورمانس جول او ايه الهدف اللي انت عايز تعمله. فلو دوست عليه هتلاقي مثلا اكبر عدد من الكونفرجنز او التحويلات او اللي هي الليدز، او لو انت مختار هدف تاني هيبقى مثلا اللي هو المبيعات. لو دوست هنا هتلاقي طب انت عايز اكبر عدد من الزيارات للموقع، اكبر عدد من الكليكات على الاعلان، اكبر عدد من رؤيه الاعلان. طبعا احنا اللي يهمنا في الموضوع ده كله ايه؟ النتيجه اللي احنا عشانها بنعمل اعلان، اللي هي ان الناس تدينا بيانات. فعشان كده هنختار الكونفرجن. قبل ما نكمل، لو الفيديو عجبك ما تنساش بس تعمل لنا لايك وسبسكرايب عشان اعرف ان الفيديو عجبك وهفضل مكمل في الفيديوهات دي كتير. هنا بقى هتلاقي حاجه اسمها بيكسل. بيكسل ده اللي هو تقدر تقول كده حاجه زي البصمه اللي الناس مثلا لما بتروح الشغل بتبصم بصمه كده. فجهاز البصمه ده بيعرف مين اللي جه الشغل النهارده وجه الساعه كام وكل حاجه. البيكسل كده بالظبط. البيكسل ده بيعرف الناس اللي بتيجي عندك الويب سايت تصرفاتهم ايه وكل حاجه، عشان يعرف بعد كده ان انت تعيد استهدافهم، ان انت توريهم عروض تانية او اعلانات تانية وهكذا. طبعا ما بيقولكش اسم كل واحد، لكن بيبقى عارف وبيحسن جدا اعلاناتك كل ما البيكسل ده بيعدي عليه ناس اكتر. فعشان كده هنختار مثلا البيكسل اللي على الموقع، وهتلاقي فيه فيديو انا عامله برضو عن البيكسل، روح وشوفه. بعد كده هتلاقي في حاجه اسمها كونفرجن ايفنت. الايفنت ده اللي هو انت عايز يا ترى ايه بالظبط؟ هل انت مثلا عايز ليد، ولا انت عايز عمليات شراء، ولا انت عايز مثلا، يعني اللي هيهمنا في الموضوع ده هو الليد اللي هو العميل المحتمل، او البيرشيز. دي الحاجات اللي احنا بنقول للبيكسل او للخوارزميات ركزي وهاتلنا ناس بتحقق الشرط ده. فلو انت مثلا قلت انا عايز بيرشيز، البيكسل، لان البيكسل ده هو اللي بيكون عليه عدى عليه ناس كتير قوي، فهو اللي بيعرف يوري الاعلان لمين بعد كده. فكل ما انت البيكسل عندك يجي له بيانات اكتر وناس اكتر، كل ما بيتحسن وبيعرف يجيب الايفنت ده اكتر. فالايفنت ده اللي يهمك في الموضوع. فلو انت عايز مثلا فيو كونتنت ده اللي هو الناس يعني راحت الموقع وزارت الصفحه بس، لو انت قلت له فيو كونتنت هيركز كل مجهوداته ان هو يجيب لك ناس تشوف الموقع بس، مش ناس تشتري. لكن لو انت قلت له ليدز هيركز في ان هو يجيب لك ليدز اكتر. فده برضه على حسب انت عايز تعمل ايه. فهنا هنختار الليد. بعد كده في دايناميك كرييتيف. ودايناميك كرييتيف دي لو انت عندك صور وفيديوهات كتير قوي وعايز تعمل اختبار ما بينها كلها بميزانيه معينه، فانت مثلا بتدوس عليها، وساعتها لما هتيجي في الاعلانات هتقوم حاطط الاعلانات اللي عندك كلها وتحط الميزانيه. وهو بقى ساعتها متى هتبتدي هي تجرب، او الانستجرام هيجرب ويشوف انهي صوره او انهي فيديو هو الاحسن، وده اللي هيركز ميزانيتك عليه. وبالتالي انا بستخدم جدا الدايناميك كرييتيف لو انت عندك صور وفيديوهات كتير قوي. لو انت ما عندكش فطبعا خليها مقفوله، ما تهمناش دلوقتي. وبرضه الدايناميك كرييتيف مش هتسمح لك ان انت تنقي الكرييتيف او الحاجه الكسبانه. كرييتيف ده لما بقول كرييتيف دي معناها صوره او فيديو، او اللي هو المحتوى المرئي. فمش هيسمح لك ان انت تختار المحتوى اللي كسب وتستعمله. فهو انت هتفضل بس مشغل كله مع بعضه وخلاص. بتنزل بعد كده بتلاقي حاجه اسمها الستارت ديت والاند ديت، اللي هو انت عايز الحمله تخلص امتى. ما بفضلش ان انت برضو تشغلها. بعد كده بتنزل على حاجه اسمها اودينس كنترولز، او يعني دي برضو شكل جديد هنا في الاودينس، بس ده اللي انت بتختار منه المكان او الدوله اللي انت عايز تستهدفها. طبعا احنا قايلين فوق ان الدوله هنا كانت سعوديه، فخلينا نشيل مصر هنا مثلا ونحط سعودي. بعد كده بتدوس على شو مور اوبشنز، وهنا بقى ممكن تتحكم مثلا في العمر، عايز اقل سن يشوف الاعلان كام. في حاجه هنا برضو اسمها ادفانتج اودينس. كل ده شكل جديد، هوريكم الشكل القديم برضو عامل ازاي عشان على حسب انت عندك ايه. بس لو دوست هنا على اودينس سجستشن او اقتراح الجمهور اللي انت بتستهدفه، هتلاقيه جاب لك الشكل القديم اللي هو المفروض الشكل اللي كان موجود لفتره طويله جدا، اللي هو بقى كاستم اودينس او جمهور مشابه. جمهور مشابه ده اللي هو مثلا الناس زارت عندك الموقع، او لو انت عندك ناس انت عندك بياناتهم بالفعل في المحل بتاعك، او لو ناس اتفرجت على الفيديوهات بتاعتك، او لو ناس مثلا تفاعلت مع حساب الانستجرام بتاعك، تقدر ان انت تدخل مثلا على حساب الانستجرام بتاعك وتقول له انا عايز الناس اللي هي مثلا زارت الانستجرام، او الناس اللي تفاعلت مع بوست معين. في فيديو انا عامله بالتفصيل عن الكاستم اودينس،
تقدر تروح تشوفه. وبعد كده بتلاقي هنا في حاجة مثلًا أنت بتستهدف راجل والّا ست، العُمر بتاع الناس اللي أنت هتستهدفها، وهتلاقي بعد كده حاجة اسمها detailed targeting أو الاستهداف التفصيلي. الاستهداف التفصيلي ده اللي هو اهتمامات الناس اللي أنت عايز تستهدفها، دي هتكون مهمة وحلوة لو أنت لسه الحساب بتاعك جديد تمامًا وميتا أو الإنستجرام ما يعرفش نوعية الناس اللي أنت بتستهدفها، ساعتها هيكون ده حلو جدًا هنا. بمجرد لأن أنت يعني أصل كده أنت بتساعده، بتقول له مثلًا أنا مهتم بالناس اللي هي أو أنا عايز أستهدف الناس المهتمة بالdigital marketing مثلًا، فبتقدر تختار من هنا الحاجة اللي أنت عايز تستهدفها بالضبط، وبيطلع لك على اليمين هنا حجم الجمهور ده عامل إزاي. لو دوست هنا على switch to original أو إن هو يوريك الشكل القديم، هتلاقي ده الشكل اللي إحنا متعودين عليه بقى لنا فترة طويلة جدًا، وهتلاقي بس إن هو زوّد لك برضه فوق حاجة هنا اسمها custom audience اللي إحنا برضه شُفناها قبل كده، وبرضه اللي أنت ممكن تختار منها بالمناسبة حاجة اسمها lookalike audience. lookalike audience ده اللي هو الجمهور بقى المشابه. لو أنت عندك مجموعة ناس اشترت منك مثلًا في السعودية، وأنت عايز الناس اللي شبههم مثلًا في الإمارات، فتقدر بقى تعمل منها custom audience الأول عشان تجيب الناس اللي شبههم، وبعد كده تعمل منهم lookalike أو اللي هو الجمهور المشابه. وبرضه في فيديو تاني يعني هاسيبه لك فوق، روح شوفه عشان تعرف الاتنين دول. لكن لو أنت لسه حسابك جديد ما تستعملش دي أصلًا، ركّز هنا بس على الdetailed targeting أو اللي هو الاستهداف اللي هو العادي جدًا بتاعك. طبعًا هنا أنت لو دوست على suggestions أو الاقتراحات هيطلع لك الحاجات اللي شبه أول اهتمام أنت حطيته. يعني لو أنت حطيت digital marketing ودوست suggestions هيطلع لك بقى social media marketing، هيطلع لك الonline advertising، هيطلع لك الدعاية، السوشيال ميديا، كل حاجة من الحاجات دي. هتلاقي برضه في حاجات تانية اللي هي مثلًا يعني مثلًا حاجة زي إيه sales مثلًا، أو هيطلع لك حاجات ما لهاش علاقة أوي graphic design. الحاجات دي أو مثلًا اللي هي أصحاب المشاريع، أنا هنا باحب إن أنا دايمًا أخلّي كل ad set فيها مجموعة اهتمامات شبه بعض. فأنا مثلًا هاجي هنا أدوس على دي كده وهاسمي دي digital marketing، وهاقول مثلًا برضه حجم الجمهور أو مثلًا هاقول all اللي هو رجالة وستات، وحجم الجمهور بتاعي اللي هو مثلًا من 18 ل65. وخلّي بالك إن حجم الجمهور ده بيتغيّر من على اليمين هنا كل ما أنت تلعب في ده، يعني على حسب برضه الخدمة اللي أنت هتقدمها. لو أنت عارف إن الخدمة بتاعتك آخرها مثلًا 45 سنة الناس تقريبًا، والجمهور بنسبة كبيرة هيكون مثلًا 27 سنة، فده هيغيّر لك حجم الجمهور من 3 ل4 مليون. طبعًا اقعد العب براحتك وجرّب على حسب فهمك للجمهور بتاعك. وطبعًا ما تنساش برضه تغيّر فوق هنا 27 ل45. بعد كده هننزل على الplacement أو الأماكن، دي الأماكن بقى اللي بيظهر الإعلان بتاعك فيها. هي في العادي في الأول بتكون recommended وبتروح للفيسبوك والإنستجرام والماسنجر وكل حاجة. فإحنا هنا هندوس على manual placement وهتلاقي هنا فيسبوك. طبعًا هنلغي علامة الصح عشان إحنا مش عايزين فيسبوك، وهنلغي الماسنجر، وهنلغي الaudience network دي اللي هي بيظهر في الapplications والحاجات اللي برّه. فكده إحنا بقى عندنا الإنستجرام بس. وخدوا بالكم إن حجم الجمهور بتاعنا قَل للنُص برضه. وهتلاقي بقى هنا إن هو هيظهر لك في الfeed وهيظهر لك على الprofile وهيظهر لك في الexplore والstories والreels. فكده إحنا خلّصنا تاني شِق معانا اللي هو تحت الحملة الإعلانية اللي هو المجموعة الإعلانية. نيجي بعد كده للجزء الأخير اللي عندنا اللي هو الإعلان بقى نفسه اللي الناس بتشوفه. خلّي بالك هنا إن أنت أول ما هتيجي هنا اختار الإنستجرام account بتاعك لو أنت ما لقيتوش. عشان كده أول حاجة قُلناها في الأول خالص إن أنت تربط الإنستجرام بتاعك. لو ما ربطتوش دوس على connect account من هنا وهيقول لك تربطه إزاي. هيطلع لك الصفحة بتاعة الإنستجرام دي واربط الaccount بتاعك عادي. فهاختار الحساب بتاعي من هنا. لو لقيت ad preview اللي على الشمال دي مقفولة دوس عليها عشان تورّيك شكل الإعلان هيبقى عامل إزاي. وبعد كده هتلاقي في حاجة اسمها ad setup. ad setup دي اللي هو بقى هنا لمّا هتدوس عليها هتلاقي create ad إن أنت تعمل إعلان من الصفر، أو use existing post. use existing post دي لو أنت عندك إعلان بالفعل أو لو عندك post بالفعل على صفحة الإنستجرام، فأنت هتدوس هنا على الإنستجرام وتختار الpost بتاعك عادي جدًا، وليكن مثلًا حاجة زي كده. فهيطلع لك مثلًا post هنا على اليمين، فأنت هتستخدم نفس الpost اللي هو كان post على صفحتك على الإنستجرام وهتخلّيه إعلان إن الناس كلها تشوفه بقى وينتشر لناس أكتر. فده لو أنت عايز حاجة زي كده. لو أنت عايز تعمل إعلان وما حدش على الصفحة عندك يشوفه هتعمل create ad. هنفترض إن أنت مش عايز حد من الصفحة عندك يشوف الإعلان، هتعمل create ad وهتلغي الmulti advertiser ads دي مع إنه قايل لك إنها recommended، بس إحنا مش عايزينها لأنها هتورّي إعلانك ده عند المنافسين وبتدعي إن أنت بييجي لك مبيعات أكتر وكده. برضه كل ده بلح فكك منه. وتعالَ بعد كده على الad creative وهنا بقى هنختار أو هنرفع الصورة أو الفيديو اللي إحنا هنستخدمهم في الإعلان. هتدوس هنا على add media وتختار مثلًا بقى الصورة أو الفيديو
اللي انت عايز ترفعه. انا في البدايه عن نفسي بحب ان انا اختبر صورتين وفيديوهين، وده برضه على حسب المجال اللي انت فيه. هندوس هنا على اد ميديا بقى ونختار اد فيديو مثلا على سبيل المثال دلوقتي. وطبعا لو انت الاكونت عندك جديد لسه مش هتلاقي هنا اي حاجه، فهتدوس هنا على ابلود وتبتدي ترفع الفيديو بتاعك. هنفترض ان احنا خلاص رفعنا احد الفيديوهات بتاعتنا. هنا هيقول لك لو انت عايز تعدل فيها تقص فيها بتاع براحتك، بعد كده دوس على نيكست. هنا برضه هيقول لك لو انت عايز تظبطها في كل مكان هتظهر فيه على حسب بقى الستوريز، على حسب هي هتظهر في المربع بتاع الفيدز ازاي. طبعا انت لو دوست على واحد لواحد هنا هتلاقي ان الفيديو مقصوص وشكله غريب، فخليه اوريجينال زي ما هو هيملاه من الجنب بالوان، ففكك منه خالص وهتخلي كل حاجه اوريجينال عادي. ودوس هنا على نيكست، وخليك سايب برضو الاول اوبتمايزيشنز او التحسينات دي. هي مش هتفرق كتير قوي في الانستجرام، بس هي لو انت عندك فيه كومنت مثلا كويس هتظهره فوق وهكذا. فهندوس على done. الخطوه اللي بعد كده ان انت هتيجي تدوس بعد كده على البرايمري تكست، وده النص اللي بيظهر في الاعلان، ويخليني اعمل بيست او احط احد النصوص اللي انا كنت عاملها. وهتلاقي ان هنا البريفيو او شكل الاعلان مش باين عشان احنا مش حاطين اللينك بتاعنا، فخلينا ناخد لينك من هنا ونحطه. وتحت احنا مش عايزين نحط اي تليفون ولا حاجه مع الاعلان، فتدوس برضو على نون، فهتلاقي هنا ظهر لك بالفعل الاعلان على الجنب. تلاقي في عندك برضو هنا كول تو اكشن، او ده اللي هو الزرار اللي الناس بتشوفه. ليرن مور مثلا تعلم اكتر، او ساين اب سجل دلوقتي، اوردر ناو اطلب الان. ما بتبقاش باينه قوي زي في الفيسبوك، بس هتكون على حسب برضو المكان اللي انت عايز او الحاجه اللي انت عايز الناس تعملها. فانا هنا مثلا عايزهم يسجلوا في حاجه، فهقول لهم مثلا ساين اب. وبالنسبه للنص اللي انا حاطه ده هيكون مهم جدا برضو عندك في الانستجرام، لان ده الناس ممكن تقراه لو مكسله تقرا. فهنا احنا بنبدا في الاول بان انت بتكلم الناس اللي انت بتعمل لهم الاعلان. فانا هنا بقول له هل انت مدرب او خبير، وبحاول اوصف المشكله اللي هو بيمر بيها عشان يحس فعلا بالالم، وان انا بكلمه وان انا فاهمه، فيبقى عنده استعداد ان هو يخرج من الالم ده. وبعد كده هتقول له العرض بقى بتاعك او الحاجه اللي انت بتقدمها، وبعد كده مثلا تحط له اللينك او تقول له يعمل ايه اللي هو الكول تو اكشن اللي احنا بنطلبه منه. ده كده اعلان واحد عندنا، فهنسميه مثلا فيديو واحد. تعالى هنا واعمل كويكلي دوبليكيت عشان نعمل نسخه تانيه منه. النسخه دي هنسميها فيديو 2. وتعالى هنا امسح الفيديو ده وهنرفع فيديو تاني، وليكن مثلا الفيديو ده. كده يبقى احنا بنقارن وبنختبر ما بين فيديو واحد وفيديو اتنين لنفس النص. وتعالى بعد كده بقى على الاد سيت او المجموعه الاعلانيه، واعمل لها هي كمان كويكلي دوبليكيت او تكرار. وهنغير الاهتمام اللي احنا كنا عملناه، ونختار مثلا حاجه زي بيزنس او اهتمام تاني، وتمسح ده كده وتسمي ده بيزنس. ده برضه عشان تشوف انهي اهتمام ما بين الاتنين دول هو اللي بيجيب لك نتائج. طبعا احنا هنحكم مين اللي كسبان في دول من خلال تكلفة كل نتيجة وعدد النتائج او الليدز اللي جايه لنا. طبعا بمجرد ما بتخلص بتدوس على بابلش وكده الاعلان بتاعك بيتنشر. ده كده كان الدليل الشامل فيما يتعلق بازاي تعمل اعلانات على الانستجرام. جرب كده واكتب لي تحت في الكومنتات وقول لي رايك، متحمس اعرف ايه النتائج بعد ما انت تجرب. ولو عندك اي اسئله ما تنساش برضه تسيبها لي تحت في التعليقات، متحمس اعرف راي كل واحد فيكم. ولو الفيديو عجبك ما تنساش لايك وسبسكرايب، واكتب لي حابب نتكلم عن ايه الفتره اللي جايه.